ملازم أول أحمد محمد عبد اللطيف. الضابط في قوات الصاعقة المصرية أصيب في مواجهات أمنية مع عناصر إرهابية في سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر سيادتكم كلكم حضور المؤتمر، وشرف ليا أن أتكرم من سيادة الرئيس، ودي تاني مرة أتكرم من سيادتك. اتكرمت في 2013 من سيادتك، كنت حصلت على بطولة العالم في الصين، وده كان شرف ليا سيادتك، وحضرتك قلت لي كمل بطولات، وأنا الحمد لله دخلت صاعقة وربنا كرمني ورحت سينا وحصل لي إصابة في رجلي. طبعا حسيت ان الحياه وقفت، حسيت ان مستقبلي راح. ده طبيعي لما حصل لي بتر في رجلي بعد ما كنت بطل عالم يحصل لي حاجه زي كده. طبعا اول زياره للسيد القائد العام قال لي كل الناس اللي في الاوضه اطلعوا بره، وقال لي انت حياتك ما وقفتش. قلت له يا فندم انا كنت بطل عالم ودلوقتي اتصبت. قال لي وهتفضل بطل عالم ووعدني. انا وعدته والحمد لله. وانا في المستشفى عملت 12 عمليه في رجلي ما اثرتش فيا، ولما قمت على رجلي وانا في المستشفى كنت بتمرن، ورحت مثلت مصر في السويد وانا في المستشفى في بطوله العالم للمراحه الرياضيه، وربنا كرمني كسبت بطل اليابان وبطل امريكا، وكانت اول مره ان انا اسافر بره مصر واحقق حاجه زي كده. بعد اذنكم رساله بس للناس اللي هي بتسمع عن سينا بس، احب ابلغ الناس الانهاس والارهاب. مش انا بس اللي بتصاب، ناس كتير بتصاب، مش عارفين يعني ايه واحد يبقى جنبك ويستشهد، مش عارفين يعني ايه صاحبك قدام عينك يموت. طبعا انتوا مش حاسين دوت، بتسمعوا عنه بس. لا الموضوع كبير، يا ريت ما نستهونش بيه. الناس اللي في سينا دي انتوا مش حاسين بيهم، ان هم يناموا في وسط الجبل يصحى يلاقي الخيمه واقعه عليه. باقل مجهود مننا بنلاقي خساير وما بنقولش ان احنا وقفنا. بلغ رساله للارهاب، انا ما اتاثرتش وهكمل ان شاء الله. وزي ما انا واصحابي اللي هناك بعد ما انا اتصبت كل واحد فيهم كان يموت واحد ارهابي كان يبعت له صورته يقول لي انا جبت لك حقك. طبعا انا حقي طبعا احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم دوت، واشكر سيادته ان هو رقاني لرتبه ملازم اول. شكرا.